يقول السلام عليكم خاطر فضيلة دو الشيخ. إذاعة الشيخ هل يجوز أدمن مقردوي للإنسان أن بغض يأخذ يتشوش الرجل أن تعداغا يحلق تا شعر نوقع لويش يحلق يا شعر سقط ظهره؟ تشخلج يا أم لا، ولا مقردات أذكره وأجد حرجا من ذلك. دي يعني شو دعباقر الشعر في قادي جسمنا ينقسم قيدوي إلى 3 أقسام. شرع منه دعباق شعر سمجن شو بو دي دا أمرنا مثلا بإبقائه وهو مشغلس شعر يتوت اللحية، مشغلش ومنه إيش شعر شرع دعباق الرأس، شتكلي إن ومنه شو بو شعر دي دا أمرنا مثلا بحاس كده شوش بإزالته يبيح وحلقه كيمت مثل كل شعر شوش الإبطين وشعر العانة. إيش ومنه شرع شعر ديس تخلشة سكت حتى عنه، نشوش دو دي دا كأن حال يعني دعباق الله يشكش تعالى حين سلع يعني تباق يقول يشيوش لنا إن شئتم احلقوا وإن شئتم اتركوا. مثلا بحاس دي وهو خلش بقية شعر الجسم، شعر يناقي دي الأذن، خلش بقية يحتي شعر عسى مجو الوجه، تصنع دي مثلا خلش اللحية، يقول شعر شتاع الصدر، شعر يا بوقت دي بقية الجسم خلش إلى آخره. إيش دول فهذا شنا إذا عدا كان يشيو الإنسان أيها الأفاضل نجا أحسن زود شو إيش عدو يعني طلع ناسبته شيخ المرأة عثمان مثلا دين كيتش تهدي الدعاء لزوجها أو إز نحو ذلك، بيحكي فلا هم بأس ذات عليها في ذلك. أما نجا أحسن الرجل استجوش عدو فيجوز له طلع أن زود شو اختار ولا يجامع الدعاء إذا كان أق على سبيل استجن مجر التشبه ذات بالنساء. أما نجا إذا أحسن كان استجوش الرجل عدو يلبس طلع له شين ساعة أقنعة نوق ولا يعني يش يعيش صدوق لنا صريحا أق مثلا، ساعة بيحكي هم أو ذات ضايقه سو زود شو اختار بكثرة ولا الدعاء إيش الإزار عدو فلا استهل بأس له شنا في ذلك، استجنا لأنه إيش عدا يكون غرق بيحكي يعني هم على ذات سبيل التشبه بالنساء.